شركتك مش بتمشي ببطء، شركتك بتغرق في طبق شوربة. ليه؟ لأن الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي متلخبطين، ومع أول موجة ضغط كل حاجة بتسيح في بعض. الخريطة غير الطريق، واللي بيحصل عندكم إن الخريطة اتكتمت على مزاج والطريق سايبينه للصدفة. خليني أبسطها من غير تنظير. الهيكل التنظيمي بيقول مين بيتبع مين ومين يرفع لمين، وبيوضح خطوط السلطة والحوكمة. ده العمود الفقري. الهيكل الوظيفي بيقول كل شخص بيعمل ايه بالظبط، نتائجه ايه ومؤشراته ايه وحدود صلاحياته فين. ده القلب النابض. لما تخلط الاتنين بتطلع مؤسسة شكلها منمق على الورق وقلبها بيرقص مهرجانات في التنفيذ. شوف السيناريو ده: اجتماع أزمة، المشروع متأخر، المدير يسأل التسويق يقولوا المنتج اتأخر، المنتج يقول اللوجيستكس اتأخرت، اللوجيستكس تقول الموافقات ما وصلتش، الموافقات تقول مش عندنا في الهيكل. الحقيقة مفيش وظيفة محددة ماسكة هاند اوف واضح بين الخطوط دي. النتيجة ضوضاء بدل إنجاز. علامات إن عندكم الخلط ده واضح زي الشمس. كل سؤال يبدأ ب مين مسؤول وينتهي ب مش عارفين. ناس بتشتغل في كل حاجة ومحدش مسؤول عن أي حاجة. قرارات بتطلع من فوق وتضيع في النص وتتفسر 5 تفسيرات تحت. تقييمات سنوية بتقيس الحضور والانطباع مش الدور والنتيجة. أبطال خارقين ماسكين الدنيا، ولو واحد ساب كرسيه الشغل يقع. طيب تتصرف ازاي؟ اسمع خطة إنقاذ على السخن، خطوات عملية من غير فهلوة. افصل المفاهيم فوراً. اكتب في صفحة واحدة تعريف قصير وواضح. التنظيمي بيرسم العلاقة بين الوحدات، الوظيفي بيحدد الدور والنتيجة لكل كرسي. حط التعريف ده على رأس أي وثيقة هيكل. خرط الهيكلين بخرائط منفصلة. خريطة تنظيمية أورج تشارت فيها الوحدات وخطوط التقارير. مصفوفة وظائف رول كاتالوج فيها كل وظيفة، هدفها المباشر، 3 مهام أساسية، 3 مؤشرات أداء، وحدود تفويضها فين. اعمل RACI بسيط لكل عملية حرجة. مين responsible، مين accountable، مين consulted، مين informed. ورق موضوعية المساءلة علشان الكلام ما يبقاش رايح جاي. صمم جوب فاميليز ودرجات. سلم وظيفي واضح لكل مسار مهني. عنوان الدور مش هدية، العنوان مرتبط بنطاق مسؤولية ومؤشرات محددة. كفاية ترقيات بمزاج مدير. اربط الاستراتيجية بالتنفيذ. انزل من أهداف الشركة لأهداف الإدارات لأهداف الأفراد. كل هدف فردي لازم يشاور على هدف إداري، وده يشاور على هدف الشركة. كده الخريطة بقت ماشية مع الطريق. مصفوفة تفويض صلاحيات، مين يوافق على إيه، وحدود المبالغ والقرارات والزمن. لو كل حاجة محتاجة توقيع شخص واحد يبقى الهيكل التنظيمي بتاعك لوحة شرف مش نظام عمل. كتالوج زاند أوف، نقاط التسليم بين الإدارات مكتوبة، مين يسلم لمين على أي نموذج خلال كام ساعة وإيه معيار القبول. ده بيموت جملة الكلاسيك الملف مجاليش. اجتماعات ذات قيمة، لكل اجتماع هدف، مدخلات لازمة، مخرجات متوقعة، ومالك قرار واضح. مفيش اجتماع للتحديث والسلام، الاجتماع يا إما يحل عقدة أو يتلغي. تدقيق شهري على الهياكل، مرة كل شهر راجع دور واحد، عملية واحدة، خط تسليم واحد. عدل صغير ومتواصل أحسن من انقلب موسمي. معيار التقييم، قيم الناس على الدور اللي في الهيكل الوظيفي مش على قربهم من الهيكل التنظيمي. اللي بيقود ناس مش لازم ياخد تقييم أعلى من اللي بيقود نتيجة. ورسالة مباشرة للرؤساء التنفيذيين: لو لسه بتفتخر إن عندك ناس تشيلك ده إنذار. المنظومة الصح تشيل نفسها. اسأل نفسك سؤال واحد يوجع ويشفي: لو 3 قيادات مشيوا النهاردة النظام يرجع يتوازن في قد إيه؟ لو الإجابة شهور يبقى عندك شوربة مش هيكل. والمديرين الوسطى بطلوا تلزقوا فراغات الهيكل بأبطال. اطلبوا تعريف دور مكتوب، حدود صلاحية، مؤشرات متفق عليها. دي مش رفاهية، دي الأكسجين اللي هيخليكم تعيشوا بكرة. وختمة على السريع فيها خلاصة الكلام: الخريطة من غير طريق مجرد صورة حلوة، والطريق من غير خريطة دوخة على فاضي. هيكل تنظيمي واضح وهيكل وظيفي دقيق يساوي مؤسسة تمشي على رجلين ثابتين. غير كده هتفضلوا تلفوا حوالين نفس العمود، وعلى الجدران بوستر قيم وفي الأرض فوضى. لو الحلقة لمست وجعك شاركها مع حد في شركتك محتاج يسمع الكلام ده، واكتب لي تحت أكتر صراع حصل عندكم بسبب خلط الهيكل كان فين؟ التوظيف، التسويق، ولا التشغيل؟ خلينا نصلح قبل ما الشوربة تفور.